هنسيرش على أهم 1000 كلمة في الأسباني. مثلا لو انت في بداية رحلتك ان انت تتعلم اسباني فالفيديو ده مهم ليك. في الفيديو ده انا هقولك بعض المصادر اللي انت ممكن تتعلم منها اسباني. انا بقالي 4 سنين عمال اتعلم اسباني لان انا في ألسن اسباني. ففي الفيديو ده انا هقولك tips and tricks ومصادر بودكاستس channels كتب. بص كل الريسورسز اللي انت عايزها. بص نصيحتي الاولانيه لو انت عايز تتعلم اسباني فيفضل ان انت تتعلم اكسنت بتاعت دوله معينه، لان الاسباني فيه دول كتيره جدا بيتكلموا، دول امريكا اللاتينيه باختلاف بقى اللهجات. فلو انت بتفكر تتعلم اسباني فجامد في الاول حاول تختار اكسنت معينه. يعني الناس بتقول ان الاسباني ما فيهوش لهجات، لا في لهجات، في لهجات كتيرة. النصيحة الأولى حاول تختار دولة معينة أو مكان معين، يعني فاهم أكسنت بتاعت دولة معينة وذاكرها، لأن من الشائع إن الأسباني كله زي بعضه، بس هو لا مش كله زي بعضه. الأسباني بتاع أسبانيا غير الأسباني بتاع مكسيكو، ومش مجرد الأكسنت بس، ده في بعض الكلمات أصلا مختلفة. يعني مثلا كلمة زي عربية في الأسباني ليها كذا معنى، وكل معنى باختلاف المكان اللي انت فيه. يعني على سبيل المثال في أسبانيا عربية اسمها كوتشي، وفي حتة تانية زي المكسيك اسمها كارو، وفي في الأرجنتين اسمها ايه؟ اسمها أوتو. فزي ما انت شايف كل حتة ليها كلمة، فلازم تحدد انت فاهم، او مش لازم بس يفضل. يعني كلمة فلوس مثلا في الاسباني بتاع اسبانيا اسمها دينيرو، في بعض البلدان في امريكا اللاتينية اسمه بلاتا يعني فضة. يعني I don't have no money او I don't have money معناها no tengo dinero او no tengo plata، بناء على انت فين بالظبط في العالم. برضه دبل ال بتتنطق زي حرف الياء. مثلا في اسبانيا عادي بتتنطق مثلا زي مثلا ميامو، يامو اللي هو انا ادعى او انا اسمي كذا. في الاسباني بتاع الارجنتين هتقول ميشامو، يعني مثلا يوم يامو اسلام، انا ادعى اسلام او انا اسمي اسلام. بالارجنتيني هتبقى شو ميشامو. هم ناس محترمين وكل حاجه واحنا بنحبهم يعني، بس برضو ما تقلقش نفسك، كده كده ده بيتفهم هنا وده بيتفهم هناك وهناك بيتفهم هناك، وكده كده هتتفهم في اي حته يعني. طيب في الاول احنا هنقسمها كتقسيمه. ممكن تبقى انت مبتدئ، ممكن تبقى انت مستواك متوسط اللي هو مثلا ممكن تكون بتفهم الكلام بس ما تعرفش تتكلم، وفي المستوى الاخير اللي هو الادفانسد. يعني اتمنى تقول لنا عملتها ازاي. بهزر. فاحنا هنركز في الكلام ده على المبتدئ وعلى اللي عايز يتكلم بقى، عايز يحسن الكلام اكتر يعني. بص في الاول احنا عايزين، في الاخر مش في الاول، في الاخر احنا عايزين نتعلم نتكلم صح، يعني نتكلم في الاخر. احنا كده كده عندنا في اللغات 4 مهارات اللي هو الاستماع والمحادثات والكتابة والقراءة. فاكيد احنا لو هنتعلم لغه يبقى احنا الهدف في الاخر يعني غالبا ان احنا نتكلمها. يا فرحتي مثلا لما تكون بتعرف تسمع كويس ولا تكتب كويس وما بتعرفش تتكلم. بقالنا بتاع 16 17 سنه في المدارس بنتعلم انجليزي وما بنعرفش نتكلم، ما طلعناش بيه باي استفاده. اهم حاجه ان احنا نكون بنتكلم، يعني يهمنا ان احنا نركز على السكيل ده اكتر حاجه. لو انت مبتدئ وما تعرفش اي حاجه عن الاسباني لسه، فنصيحتي ليك ان انت تبدا بان انت تحفظ أول وأهم 1000 كلمة في الأسباني. تكتب the most important 1000 words in Spanish، هو مش معتمد الأسباني ليه؟ مش فاهم. أو أهم 1000 كلمة في اللغة الأسبانية. يبقى أنت عندك أول طريقة إن أنت هتكتب أهم 1000 كلمة في السيرش، بس ده هيطلع لك ويب سايت في الآخر وهيبقى كلام دش كده قدامك، فمش هتسمعه يعني، فدي مشكلة فاهم، فمش هتعرف تسمع النطق فهتبقى مشكلة. الأوبشن التاني إن أنت ممكن تدخل على يوتيوب وتكتب the most 1000 words in Spanish برضو، أو أهم 1000 كلمة في اللغة الأسبانية، وهيطلع لك. بس دول الحلين اللي هم العاديين. نزل كويزلت وهتكتب في كويزلت the most important 1000 هيطلع لك يا باشا الآتي، هيطلع لك الخانة دي. هتبدأ بقى ايه تذاكر بطريقة الفلاش كاردز. هتسمع الكلام وهتفليب الكارد يطلع لك الكلمة بالانجليش او بالعربي، تفليب الناحية التانية يطلع لك الكلمة بالاسباني. ميزة الموضوع ده ان انت هتبقى بتسمع اهم 1000 كلمة وهتعرف تراجع عليهم كل شوية لان انت هتسيفهم، فاهم. ليها حل. نزل كويزلت مهم. طيب دلوقتي احنا حفظنا اول واهم 1000 كلمة في اللغة الاسبانية او الاسبانية. هنعمل ايه بعد كده؟ تاني حاجة دراما. في عندك مسلسل غرضه ان هو تعليمي، يعني مسلسل مش للناس اللي هي فاهم اللي عايز تتعلم اسباني. بيحكي عن قصة واحد اسمه بابلو او باول تقريبا مش فاكر، وده شخص من بولندا وجاي يقعد عند أسرة من دولة أسبانية، مش عارف أسبانيا ولا أمريكا اللاتينية، والعيلة دي بتعلمه بقى أسباني. وهو مسلسل قديم بس هو تحفة يعني،
مفيد بغباء يعني، هتستفاد قوي. Ana, la artista, Es la que me dio tu número, sí. ay, yo la conozco muy bien. ¿Sí? Es muy bonita, ¿verdad? Pues sí, bastante bonito. تبدأ بقى تشغل السبتايتل على يوتيوب. انا هحط لك اللينك بتاع المسلسل وهحط اللينكات بتاعت اي حاجة في الديسكريبشن. بس فلو عايز تتعلم اسباني اتفرج عليه، هو حلو برضو. هو عامل زي سائح كده يعني، فاهم؟ هو بيتكلم اسباني كويس. الغريب ان هو بيتكلم اسباني كويس بصراحة. يعني انا دي حاجة كانت منرفزاني، لو انت جاي تتعلم اسباني وانت اصلا بتتكلم اسباني كويس ليه؟ ماشي. تالت حاجة، الكتب. هل انا محتاج كتب؟ اكيد محتاج كتب تحل وتكتب وتشخبط شخابيط والجو ده. هو بص، هو في الاخر احنا غرضنا ان احنا نتكلم. انا ما بحبش التزم بقى بالكتاب اللي هو ايه، اللي هو الناس اللي تقعد تكتب وتذاكر وبتاع. في الاخر احنا عايزين نتكلم، ما تخليهاش مجرد بس شغل على ورق، فاهم؟ ولكن في الاول انت محتاج كتاب علشان تذاكر منه شوية جرامر، او علشان على الاقل تعرف التنسيق بتاع الدروس بتاعت الجرامر، تعرف ايه الاول وبعد كده ايه التاني وايه التالت. وبعد كده لو حبيت بعد ما تعرف تنسيق الدروس تبدأ تخش تسيرش عنهم في يوتيوب باسم الدرس وتسمعه اونلاين او تسمعه على اليوتيوب وتفهمه، وبعد كده تبدأ تحل عليه في الكتاب. فهو الكتاب ده كتاب، مش عارف الصورة مقلوبة ليه، بس هو اسمه جراماتيكا دي اوسو. هسيب لك برضو اللينك بتاع التحميل في الديسكريبشن. فهو كتاب حلو مهم، ده اللي احنا خدناه في الكلية. في كتب كتير جدا مش شرط ده، بس ده فاهم، ده هو اللي مجمع دروس الجرامر بالترتيب كده، وشغل كويس يعني. برضو هسيب لك لينكات لكتب تانية ممكن تتعلمهم، تطبعهم وتحل فيهم. في كتب كده بتتكلم عن مستوى A1 و A2 في الكلمات، تمشي الدنيا في الكلمات، يبقى انت بتذاكر جرامر وبتذاكر كلمات برضو. تحفه يعني. هسيب لك اللينكات بتاعتهم. في التشانلز بتاعت اليوتيوب، انا عن نفسي لما بحب اتعلم لغه، وخصوصا لو انا مش مضطر اتعلمها، اللي هو انا مزاجي جايبني ليها يعني، هحب اتعلم بالحاجه. يعني مثلا انا لو متحمس او مهتم بالكيمياء، هحاول القط الاساسيات البيسكس بتاعت اللغه، وبعد كده ادخل في مجال الكيمياء بقى وايه، واقعد اسيرش وافهم واعمل بوز للفيديو واخد السبتايتل واسيرش عن الكلمه اللي طالعه دي واحفظها والجو ده. يعني بحب اذاكر الحاجه اللي انا حاببها، مش مجرد اذاكر لغه من مدرس. الاتنين، انت في الاول لازم هتذاكر لغه من مدرس عشان فاهم تمشي الدنيا الاول، بس مش احسن حاجه بتطر عليك، فاهم؟ انت محتاج تنبسط وانت بتذاكر عشان تتعلم يعني، عشان تكمل مش عشان تتقفل. فانا هجيب لك النوعين. هجيب لك channels للتعليم انا بحبها عن نفسي، في كتير. بص، في الماتيريال بتاعت الاسباني ماليه الدنيا كتيره جدا. انا هجيب لك بعض الchannels اللي انا بحبها عن نفسي. اسمها Spanish After Hours، دي انا بحبها جدا. بص، هي بتعتمد في طريقه شرحها على comprehensible input. كنت عامل فيديو عن الموضوع ده على فكره، ممكن اسيبه هنا برضو في الاي دي او في الاي دي. بتجيب مثلا صوره وتبدا تشرح وبتتكلم بالراحه وبتفسر. تحفه بجد يعني. وبتهزر اصلا، هي تحس انها مش مدرسه اصلا. هي اصلا كاتبه في البايو بتاع الشانل بتاعتها: انا مش مدرسه، انا صديقتك اللي بتعلمك اسباني. في use your Spanish، في hola Spanish، why not Spanish، اسبانيول كون خوان. اسبانيول كون خوان ده تحفه للناس المبتدئه، بيعلم برضو بالراحه. وبيجيب كده مثلا ايه، مثلا يجيب بتاع زي ده ويقعد يقول لك esto es un libro، ويقعد يقول لك ليبرو. للناس المبتدئه يعني، بيضحك، وفي نفس الوقت ما بتبقى فاهم، فما بتبقاش مقفول يعني. ده بالنسبه للمعلم خوان. في ماريا اسبانيول، دي منسقه كده برضو شويه. بص، هو مفيش كورس في الاسباني للاسف كده اللي هو تبلعه وتبقى خلاص خلصت انت. حاجه منسقه جدا يعني، زي مثلا ابراهيم عادل في زي امريكان انجلش. مفيش حاجه قوي كده، بس انت بقى بتقطف من هنا وبتقطف من هنا. والكتاب ده غرضه ان هو يعني تعرف الترتيب عامل ازاي، ترتيب الدروس بتاعت الجرامر، وانت تسيرش بقى يا باشا وهتستراجل شويه. بس بص، الويب سايتس كتيره جدا. هي مشكله الاسباني اصلا ان الويب سايتس كتيره. فانا زي ما بقول لك هسيب لك الشانلز دي كلها في الديسكريبشن تحت. في ماريا اسبانيول زي ما قلت، اسبانيول كون خوان، واي نوت سبانيش، اولا اسبانيول، اولا سبانيش اي جس، يوز يور سبانيش. وفي كده، وفي كرتون، مش عارف، في كرتون كده اسمه هايدي او هيدي او خيدي، هما بينطقوه بالاسباني خيدي. برضو كان في حد مرشحه، فانا انبسطت شويه يعني، بس بعد كده زهقت. ممكن ناس تانية تنبسط. وهسيب في channels كتيره تانية اكيد هسيبها. بودكاستس. بص، في قنبله بودكاستس بقى ايه، هسيبها لك. انا بحب البودكاستس جدا لانها بتملى كده الوقت اللي هو ايه، اللي انت ما بتعملش فيه اي حاجه، فبتتعلم فيه اسباني
وانت مثلا مش مركز وبتاع. وبالمناسبه برضو انا عملت فيديو عن البودكاست بتاعه الاسباني، انا مش هقولها تاني بقى لان انا قلتها مره قبل كده. بص هسيبها لك في الديسكريبشن، بس انا عملت فيديو مخصوص عنها، هسيبه في الاي دي او في الاي دي، بس علشان ننجز وعشان ما اخليكش تتفرج على فيديو كامل علشان حاجه زي دي، انا هقول لك بعض الحاجات اللي انا فاكرها. في بص في سبانيش بريك. بص في المستوى الاولاني انت بتبقى محتاج ناس ليفلها هادي كده شويه. في البودكاست انت مش هتستفاد مثلا لما تسمع عن الفلسفي مثلا او عن مش هتستفاد لو انت ما انتش فاهم اي حاجه. فمحتاج في الاول كده بودكاست انا هرشحها لك دلوقتي وهسيب لك الحاجات في الديسكريبشن تحت. بس مثلا ممكن اسبانيول اوتوماتيكو، وفي اوي ابلاموس ده في منه 2 versions، واحد للجراماتيكا واحد للاكسبريشنز عامة بقى، بيعلمك اللغة عامة يعني. اسمه كافي بريك سبانيش بالمناسبة. وفي سبانيش لاند سكول بودكاست، هسيب لك الحاجات دي اكيد. في RKL، وفي نيوز ان سلو سبانيش، في سبانيش ليسنز with بابلو. دول عامة غرضهم ان هم يعلموك اسباني. لو انت بقى عايز حاجات عامة ممكن انت تسيرش. وبس كده تقريبا احنا خلاص خلصنا. اتمنى يكون الفيديو ده مفيد لاي حد عايز يتعلم اسباني. وبس ما تنساش تعمل لنا فولو على شويه الحاجات اللي ممكن تبان تحت هنا و اشوفك في الفيديو اللي جاي. يلا see you.